هنعمل النهاردة فتة شاورما الفراخ بكل تفاصيلها على الفحم، واحلى طعم هتدوقوه. وكملوا الفيديو للاخر وقولوا لنا رايكم في الكومنتات. في طبق حطينا معلقه ثوم مفروم وعليه عصير ليمون وعليها كوبايه زبادي. التوابل معلقه بصل بودر ومعلقه ثوم بودر ومعلقه كبيره توابل شاورما ومعلقه بابريكا ومعلقه فلفل اسود ومعلقه ملح وورق لورا، وهنقلبهم كويس مع بعض. وضفنا عليهم ربع فنجان زيت وربع فنجان خل بس ما تصورتش، ومعلقتين صوص كاتشب حار. هننزل بصدور فراخ مخلية متقطعة مكعبات وهنقلبهم كويس وهنسيبهم في تتبيلة ساعة. وفي طاسة على النار فيها زيت هننزل بالشاورما وهنقلبها ونسيبها على نار عالية لحد ما تستوي. وانا كنت مولعة فحمة وطفيتها عليها علشان طعمها يبقى زي الجاهزة، يبقى فيها طعم الشوي. في حلة على النار فيها زيت هنضيف التوابل بتاعة الرز، معلقتين كركم ومعلقة سبع بهارات ومعلقة ملح ورقتين لورا وعود قرفة خشب. هنقلبهم تقليبتين على النار وهننزل بالرز بعد ما غسلناه وهننزل عليه بالمية وهنسيبه لحد ما يستوي. وهنا بعد ما استوى وطلع مفلفل جدا معانا، وفي حلة نزلنا بنص كوباية مية ونص كوباية لبن ومعلقتين نشا. بنقلبهم بعيد عن النار الأول علشان ما يتكتلش معانا، وبعد كده هنحطهم على النار وهنقلبهم لحد ما يتقل وبنسيبه بعد كده يبرد. وفي الخلاط هننزل بيهم وعليهم معلقة ثوم مفروم ومعلقة ملح ربع فنجان زيت وعليهم نص كوباية مية وهنضربهم كويس في الخلاط. هي المفروض تبقى قوامها كريمي زي كده، ولو حابين نخففها بنزود لها شوية مية ونظبط الملح بتاعها. وفي طبق التقديم حاطين عيش محمر وهننزل بطبقة رز عليه وهنفردها كويس وهننزل عليها بالشاورما وهننزل عليها بصوص التومية. وهنا بعد ما خلصناها وطلع خطيرة وطعم حلو قوي قوي زي الجاهزة بالظبط. ودي احلى والذ فتة شاورما هتجربوها. ما تنسوش اللايك والاشتراك.